ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عارفة احساس انك صاحية من النوم كأنك مضروبة علقة؟ احساس ان هدومك ضاقت عليكي ومفيش طاقة حتى تشيلي عيالك؟ طيب هتقوليلي ايه الحل؟ هقولك ان الحل مش في الدايت اللي بيخليكي تعيطي قدام طبق السلطة. الحل في زرار سحري جوه جسمك اسمه الصيام المتقطع. النهارده هقولك الاسرار اللي هتخليكي تخسي وانتي شبعانه، وتصغري في السن وانتي بتكبري في الخبره، ومن غير ما تفقدي اعصابك على العيال. وركزي معايا في الاجزاء اللي جايه لانهم هيغيروا حياتك للابد. اول حاجه محتاجين نعرفها يعني ايه صيام متقطع وليه هو المنقذ الوحيد لينا. الصيام المتقطع مش حرمان، ده انتي بتنظمي وقتك، بتنظمي كمان جهازك الهضمي. جسمنا فيه هرمون اسمه الانسولين، ده هرمون بيخزن الدهون. طول ما احنا بننقنق طول اليوم الانسولين هيفضل عالي والجسم هيفضل يخزن في دهون. لما بنصوم الانسولين بينزل الارض، وهنا الجسم بيبدأ يفتح مخازن الدهون القديمة ويحرقها علشان يمد جسمك بالطاقة. فانت كأم ده نظام مثالي ليكي، انت مش محتاجة تطبخي لنفسك اكل مخصوص، انت بس بتغيري مواعيد اكلك وبتوفري وقت للمطبخ او وقت لصحتك. كمان تقدري تمشي النظام ده في رمضان لانك اوريدي صايمة عدد ساعات كبير، وهنظبط بس الاكل اللي من اول الفطار لغاية السحور. طيب ال16 ساعة اللي احنا مثلا بنصومهم او اكتر او اقل دول بيعملوا لنا ايه؟ بس هو الافضل يكون 16 ساعة. ايه اللي هيحصل لجسمك لما بتكملي 16 ساعة صيام؟ اول حاجة بتبتدي عملية اسمها التهام ذاتي، او ان جسمك يكون بيتحول لنظافة كده، يبتدي يدور على خلايا عجوزة، خلايا تالفة، الخلايا اللي هي ابتدت تبوظ او ابتدت تمرض، وياكلها ويحولها لطاقة بتجدد نفسها. ده اللي بيخلي بشرتك تنور، الهالات السوداء اللي في وشك بتخف، وبيحميك انتي من امراض تانية كتير. يعني الصيام مش بس علشان الكرش مثلا، ده علشان عمرك انتي، كأنك بتصلحي كل خلية في جسمك. بعد كده ازاي طيب نبدأ من غير ما ننهج، من غير ما يكون في ارهاق؟ بصي انا هنا هقولك كل التفاصيل. ان اكبر غلطة بنقع فيها كأمهات مثلا ان احنا بنخش الدايت ده بصدر حامي. تصحي الصبح تقرري ان انت هتصومي 20 ساعة ومش عارف ايه، وفجأة جسمك متعود طول عمر ان هو بياخد طاقة سهلة وسريعة زي مثلا السكر والنشويات. فجأة لما انت تمنعي عن الاكل بيدخل في حاجة اسمها حالة طوارئ، فتبتدي تحسي بالصداع، زغللة عينك، والعصبية اللي طبعا بنطلعها في عيالنا. فالحل انك تخدعي جسمك بالتدريج. الاسبوع الاول خليه اسبوع نضيف مثلا، امنعي بس النقنقه ما بين الوجبات، صومي 12 ساعه اقل حاجه مثلا من 8 بالليل ل 8 الصبح اللي هو تعودي جسمك. الاسبوع التاني مثلا تبتدي تمشي واحده واحده، هنأخر الفطار ساعتين ونقدم مثلا العشاء ساعة. بكده وصلنا ل15 ساعة صيام. في المرحلة دي جسمك هيبدأ يفرز انزيمات جديدة علشان يتعلم يحرق دهون، بدل طبعا ما بيحرق السكر اللي في جسمك. فلو حسيتي بتعب ده مش جوع حقيقي، ده انسحاب السكر من جسمك، زي انسحاب الكافيين بالظبط. فاشربي كوباية مية كبيرة واستني 10 دقايق، هتلاقي الجوع دوت او الوجع اللي في دماغك ده راح. الصبر في البداية هو اللي بيخليكي مكنة حرق بعد كده من غير ما تفقدي طاقتك كأم. الجزء اللي بعد كده الفخ اللي بنقع فيه، قهوة ولبن وشاي، وهو ايه اصلا اللي بيبوظ الصيام بتاعنا فعلا؟ خلينا نحسم الجدل في الموضوع ده علشان ده اكتر سؤال بيحير الناس. بصي في ساعات الصيام احنا محتاجين الانسولين يفضل نايم تماما. اي حاجة بتدخل جسمك فيها سعرات حرارية او اي طعم مسكر بتصحي الانسولين وتقطع الصيام بتاعك. فالقهوة باللبن لو حطيتي نقطة لبن واحدة، اللبن فيه سكر طبيعي اللي هو اللاكتوز، ده كفيل ان هو يرفع الانسولين ويوقف حرق الدهون لمدة ساعة او ساعتين. فلو بتشربي نسكافيه بلبن طول الصبح فانت كده صايمة جوع بس مش صايمة ان انت تحرقي دهونك. وكمان السكر الدايت، في انواع سكر دايت زي الاسبرتام، دي بتخدع العقل. اول ما لسانك يحس بطعم حلو المخ بيبعت اشاره للبنكرياس اللي هو جهز نفسك فيه سكر جاي، فيفرز انسولين فتجوعي اكتر ويبوظ السكر اللي في دمك. ولو كمان حابين تشوفوا في فيديو احنا لسه كنا منزلينه هسيبه لكم في الديسكريبشن، بيتكلم عن الخدع بتاعه الدايت، ازاي في حاجات احنا كنا فاكرين ان هي بتخسس زي مثلا السكر الدايت، وايه الخدع بتاعته، وازاي نستخدم كل حاجه صح، وايه الحاجات اللي هي كانت فعلا خدعه، وايه الحاجات اللي احنا ينفع نستخدمها. هسيب لكم الفيديو في الديسكريبشن، ده هيساعدكم جدا عشان تبقوا ماشيين الرحله كلها صح. طيب تعملي ايه لو انت عايزه تشربي حاجه؟ في مشروبات مسموحة عندنا زي المية، طبعا ده اساسي، ولما تشربي هتكسري حتة ان انتي نفسك في حاجة مسكرة دايما دي. ممكن كمان تشربي قهوة سادة بلاك، او شاي سادة، او قهوة خضراء، او اعشاب بقى عندك مثلا قرفة، جنزبيل، ينسون، طبعا كل الحاجات دي من غير سكر تماما. تقدري كمان تشربي نسكافيه بدون سكر. المشروبات دي مش بس مسموحة،
دي بتسرع الحرق بتاعك وبتقفل الشهية بتاعتك. فلو متعودة على الطعم السادة، ابدأي ان انتي قللي اللبن بالتدريج لحد ما لسانك يتعود، وافتكري ان كوباية القهوة السادة الصبح دي وقود. بصي جربيها، ده اللي هيخلي جسمك ياكل من دهون بطنك طول اليوم. طيب انا دلوقتي صمت ال16 ساعة، المفروض افطر على ايه علشان ده ما يكسرش الصيام بتاعي ويبوظ كل حاجة انا عملتها؟ اول لقمة هتدخل بقك بعد الصيام هي اللي هتحدد يومك ده هيمشي ازاي. لو مثلا احنا كسرنا الصيام بتاعنا على عيش فينو او عصير او فاكهة، احنا كده عملنا صدمة لجسمنا. السكر يعلى مرة واحدة فجأة، الانسولين هيطلع ياخد كل حاجة، فالسكر بتاعك يقع وتحسي انك دايخة وعايزة تنامي وعايزة تاكلي حاجة مسكرة طول اليوم، والشعور ده مش هيروح منك، وتدخلي بقى في دوامة جوع مش هتنتهي منها. فالترتيب الصح عشان تكسري صيامك صح، اول حاجه الميه. ابداي اشربي كوبايتين ميه عشان تنبهي جهازك الهضمي اللي هو احنا هنبتدي ناكل. اشربي كوبايه في كوبايه لو ما تقدريش تشربي ميه اول ما تصحي. بعد كده الياف، ابداي مثلا بطبق سلطه صغير، ممكن مثلا تحطي عليه زيت زيتون او خل تفاح. الالياف دي بتعمل كده زي تبطينه للمعده بتاعتك، بيخلي امتصاص السكر بتاعك بطيء طول اليوم. كمان لو انت ما بتقدريش تاكلي سلطه اول ما تصحي، فانت ممكن مثلا تجيبي لك كام واحدة خاص كده تنقنقي فيهم. لو انت بتحبي كل حاجة لوحدها، واحدة خيار مثلا تاكليها وانت بتعملي مثلا لانش بوكس او اي حاجة شبه كده، فانت يعتبر جبتي طبق السلطة اللي احنا نفسنا فيه. الدنيا تمام خلاص ماشي، خليها بيضتين وكمليهم بطبق السلطة اللي انت عملتيه لنفسك. ده ترتيب حلو جدا وصحي جدا. النشويات كمان بتاعتك، لو لسه جعانه خلي النشويات بتاعتك رز او فريك او عيش اسمر في اخر الوجبه خالص، يعني بعد ما تخلصي طبق السلطه بتاعك وبعد ما تخلصي البضايه بتاعتك. لو انت فعلا حاسه انك لسه جعانه، ممكن تقدري مثلا تاخدي لك معلقتين رز مثلا، ممكن تشوفي عيش اللي هو الاسمر بتاعنا ده في اخر الوجبه بتاعتك خالص وبكميه صغيره جدا. بصي الترتيب ده خضار، بعد كده بروتين، بعد كده نشويات، ده بيخلي سكر دمك ثابت، وهو ده السر اللي هيخليكي تخسي من غير ما تحسي بحرمان او تعب في اعصابك. وعلى فكره انا لما ابتديت الحته دي ان انا ابتديت اكل سلطه مثلا في الاول، انا ما بحبش السلطه، بحب اكل كل حاجه لوحدها. السلطه دي لازم تبقى مع اكل، يعني تبقى مع رز، تبقى مع حاجه. فكنت بعمل كده مثلا، اجيب الخس مثلا كابوتش او اي حاجه واكل منه كده ورقتين 3 وانا بعمل لانش بوكس، والخياره اقطع كده واكل وانا واقفه بعمل الحاجه دي. كده يعتبر تقريبا يعني كلت طبق السلطه بتاعي، مش شرط الطماطم يعني. بعد كده اكل البيض، ولو حسيت ان انا مثلا في اخر نص البضايه كده، لو انا حسيت ان انا جعانه بروح احطها في ربع رغيف. ولما باجي في الغداء الحركه دي حلوه جدا، بشرب الشوربه بتاعتي الاول وبعد كده باكل طبق الخضار اللي انا عاملاه، وبعد كده باكل البروتين بتاعي سواء كانت لحمه فراخ اي حاجه شبه كده، وبعد كده اشوف لو انا محتاجه الرز ولا لا. صدقيني بنسبه 1,000,000% انت مش تاكلي رز يا ستي. هنقول ان بعد اول اسبوع انت مش هتحسي ان انت عايزه تاكلي نشويات اصلا، مش عايزه تاكلي عيش، انت طبق السلطه مالى معدتك، الشوربه ملت معدتك، وطبعا بحاجه صحيه انت مش نافخه بطنك وخلاص. وبعد كده اكلت البروتين اللي انت عايزاه، خلاص انت كده هتحسي ان انت لو خدتيلك معلقتين رز تحسي ان انت خلاص بقى بطنك على اخرها. طيب انا طول اليوم بحس ان انا مصدعه ودايخه لا اما باجي ابتدي دايت بحس ان انا جسمي مش متظبط. بصي ده مش بيبقى جوع، ده نقص الكترونيات جوه جسمك. وانتي صايمه جسمك بيفقد ميه كتير جدا ومعاها املاح مهمه زي الصوديوم مثلا وبوتاسيوم. طب الحل اعمل ايه؟ هاتي كوبايه ميه دافيه وحطي عليها رشه ملح صغيره، بس يفضل طبعا يكون ملح الهيمالايا، هاتي حتى اصغر كميه هتلاقيها في اي سوبر ماركت، او ملح بحر، وحطي عليها عصره ليمون صغيره. المشروب ده محلول جفاف ليكي. بصي طبيعي جدا هيخليكي عندك طاقة طول اليوم، وهيشيل الصداع بتاعك ده في ثانية لو كان الصداع بتاعك كان بسبب الأكل يعني. فجربي اعملي الحركة دي وبجد هتدعيلي في كل مرة تحسي فيها انك مصدعة، تحسي ان الصيام بتاعك مشي سلس جدا، مفيش صداع، مفيش دوخة، مفيش الزنة اللي بتبقى في دماغك دي، ودماغك تحس ان هي منفجرة كده من فوق وانها خلاص. لا كل ده مش هتحسيه بعد ما تشربي الكوباية اللي بقولك عليها دي. وكمان عايزة اكلمكم في حاجة في الهرمونات بتاعتنا. يعني احنا كستات هرموناتنا حساسة جدا، لو حاجة واحدة باظت كله بيبوظ. فالصيام المتقطع ده صديق وفي ليكي جدا لو فهمت انت جسمك صح. يعني لو عندك تكيس مبايض، الصيام بتاعك هو العلاج الاول في العالم، لان هو هيقضي على مقاومة الانسولين اللي في جسمك اللي هي اصلا بتبوظ التبويض وبتكبر حجم وسطك. لكن ركزي في النقطة دي، في الاسبوع اللي بيسبق الدورة الشهرية الهرمونات بتاعتك بتعلى، وده بيخلي جسمك محتاج سعرات اكتر، ومقاومة انسولين بتاعتك بتزيد بشكل طبيعي، علشان كده بنجوع جدا في الفترة دي.
فالاسبوع ده دلعي نفسك فيه، مش لازم تصومي 16 ساعه، كفايه 12 كفايه 13. ركزي بس على النشويات المعقده، يعني مثلا كلي بطاطا او شوفان علشان ترفعي هرمون السعاده، ما تحسيش باكتئاب الدوره اللي بيجي لنا. اول ما الدوره تبدا هرمون الانسولين بتاعك ده بينزل تاني، وهنا تقدري ترجعي تصومي بقوه وتحرقي الدهون بتاعتك اللي اتخزنت. الصيام المتقطع كمان بيقلل الالتهابات، فبالتالي بيخلي وجع الدوره بتاعتك او الانتفاخ اللي بيجيلك وقتها اقل بكتير جدا مع الوقت. الجزء اللي بعد كده، انا مثلا باجي في نص الليل بحس ان انا جعانه بشكل غير طبيعي. انا ممكن اقوم نص الليل اكل بجد بجد اللي ما اكلتوش طول اليوم اكله كله في وقتها، ويبقى عندي طاقه وشراهه مفيش بعد كده. بصي، جوع نص الليل ده جوع عاطفي مش حقيقي. غالبا بتكوني سهرانه مثلا مع عيالك تعبانه، فجسمك بيطلب منك سكر عشان يعوض التعب اللي هو فيه. هقولك بقى على حركه جامده جدا وجربيها مني وهتدعيلي بقيه عمرك. جربي تشربي ينسون دافي علشان فيه مغنيسيوم، ونامي بدري. طبعا اليانسون من غير سكر، ده اهم عامل للنجاح بتاعك، لان الحرق الحقيقي بتاعك بيحصل وانتي نايمه وصايمه. فلو سهرتي الهرمونات بتاعتك هتعلى وهتخزني دهون حتى لو انتي ما بتاكليش، وده هيبقى غصب عنك. بعد كده هنتكلم عن الرياضه مع الصيام. تعمليها ازاي دي وامتى؟ اصلا احنا مبقاش عندنا وقت. فاحسن وقت للرياضه هو اخر ساعه او ساعتين قبل ما تكسري صيامك. طب ليه؟ لان الوقت ده مخازن السكر في الكبد بتكون فضيت تماما، فجسمك ما بيلاقيش قدامه غير ان هو يحرق الدهون المتخزنه جوه في بطنك بقى الارداف، علشان يعرف يحرقها ويحولها لطاقه. طيب لو انت وبتتعبي الصبح مع العيال، لو مجهودك البدني في البيت عالي، زي مثلا بتروقي بتغسلي بتجري ورا عيالك الصغيره، ده في حد ذاته يعتبر رياضه وبتحرقي دهون. ممتاز جدا لو انت صايمه وعملتي كده. لو عايزه تعملي تمارين مثلا مقاومه او جيم، يفضل يكون في وقت الاكل او بعد اول وجبه علشان جسمك يكون فيه بروتين يبني عضلات. لكن لو هدفك بس ان انت تشيلي الدهون جوه جسمك، فالمشي السريع او الكارديو الخفيف وانت صايمه هو ده المعجزه بتاعتك. ونصيحه، بلاش الرياضه العنيفه جدا في بدايه الصيام علشان ضغطك ما يوطوش. ابدأي بس ب10 دقايق، زودي بالتدريج. لما تحسي انك نفسك بقى اطول كملي بعد كده اكتر. يعني انا مثلا كنت بصحى مع ولادي، هقوم اعمل ايه؟ هقوم مثلا اول ساعه اول ساعتين ما اعملش اي حاجه خالص غير ان انا شاربه ميه، وبقوم بعمل كل حاجه في البيت، بخلص كله في ساعه واحده. او مثلا احط الغسيل واروح انشر هنا واروح شايله السجاجيد بسرعه وكنسه ومش عارف ايه ومسحه مكانها ومرجعها مره كمان. الحركه دي تعتبر حركه لاني ما كنتش بنزل، او كنت بنزل اجيب طلبات البيت، وده ما كانش بيبقى كتير، بيبقى مرتين بس في الاسبوع. هجيب كل حاجتي ولما ارجع ابقى افطر. برضو بنفطر ازاي؟ بتفطري الاول بخضار، تاكلي طبق السلطه بتاعك، وبعد كده تعملي بيضايه، بعد كده تشوفي لو انت لسه جعانه ممكن تاخدي لك ربع رغيف عيش. بس انا بجد بجد اقول لك انك لو عودتي نفسك كده هتحسي ان العيش والرز ده اتقل حاجه في حياتك وانك مش هتبقي محتاجاهم. لو بطلتيهم هتحسي بفرق شاسع في بشرتك، تحت عينيكي، الحبوب اللي بتطلع في الوش تحسي ان هو بهتين ومكرمش بسيط او كده، كل ده مش هتلاقيه. انا حسيت ان جسمي كله اتشد، وشي كله اتشد، ايديا كمان تحسي ان هي صغرت كده. لا جربي، هتلاقي كمان في بيبي هير كده ابتدى يطلع في راسك، هتلاقي راسك فعلا شعرك تحس ان هو صحي جدا. فجربي بجد وحاولي تمشي على النظام ده. لو شهر مثلا رمضان، لو كملتي شهرين 3 كمان انت هتتغيري تماما، وده هيبقى اسلوب حياتك غصب عنك. طيب مشكله كمان، ليه الميزان بتاعنا بيبقى ثابت رغم ان احنا صايمين؟ بصي انا افكلك الشفره دي. اغلبنا لما بيحصلوا الحركه دي بيقول لا خلاص انا كده ما بخسش وهبطل الصيام ده، لان انا كده حارمه نفسي وما بخسش. بصي، الصيام المتقطع بيغير تكوين الجسم بتاعك، مش بس الرقم اللي على الميزان. فالصيام بيحفز هرمون النمو بطريقه رهيبه. الهرمون ده هيحمي عضلاتك من انها تتحرق. العضلات كثافتها هي نفسها عاليه، يعني وزنها تقيل بس حجمها صغير جدا، عكس الدهون اللي وزنها خفيف بس حجمها كبير جدا وتحس ان انتي منفوشه وضخمه قوي. عشان كده ممكن الميزان يفضل ثابت لانك بتبني عضلات، ده اللي بيخلي جسمك مشدود ومنحوت كده، وتحرقي دهون اللي كانت مديلك حجم كبير جدا. فسيبي الميزان خالص واستخدمي المزوره بتاعتك. قيسي محيط الوسط بتاعك وشوفي بنطلون كان ضيق عليكي وقيسيه مثلا كل اسبوعين. كمان الصيام بيخلي الجسم يطرد الميه الزياده، فممكن تنزلي في اول اسبوع 3 كيلو ميه، وبعد كده النزول بيقل ويبتدي يحرق الدهون الحقيقيه اللي في جسمك، اللي بتبان بقى في اللبس مش في الرقم اللي على الميزان. فخليكي ذكيه، ما تقارنيش نفسك بميزان، قارني نفسك بصحتك وشكل هدومك عليكي. طيب لو انتي بترضعي وعايزه تخسي تعملي ايه؟ انا عارفه ان الام اللي بترضع بتبقى خايفه على اللبن وعلى صحه ابنها، وده طبعا حقك جدا لان الطفل اهم من اي حاجه. لكن الصيام المتقطع مش عدو للرضاعه بتاعتك لو اتنفستيه بذكاء.
يعني اول 6 شهور رضاعة مطلقة ممنوع تماما انك تصومي طبعا 16 ساعة، لان جسمك محتاج طاقة جبارة، محتاج سوائل عشان يطلع اللبن بتاعه. فكفاية جدا انك تصومي مثلا 6 ساعات اللي انت بتبقي مثلا من 12 ل 6 الصبح نايمة، حلوين جدا، اللي هي ساعات النوم بتاعتك، علشان ما تدخليش في حالة اجهاد وتأثر على اضرار اللبن بتاعك. بعد ال6 شهور لما الطفل يبتدي ياكل حاجة بسيطة تقدري تصومي مثلا 12 ساعة بالتدريج، يعني مثلا تزودي مثلا خليهم 7 في 8 في 9 في 10 لغاية ما توصلي 12 ساعة. بس لازم يكون في شروط. السوائل انك لازم تشربي 3 او 4 لتر مية في اليوم. وقت الفطار ده برضو مهم جدا انك تشربي مية كتير. السعرات بتاعتك لازم الوجبات اللي بتاكليها تكون دسمة ومغذية، فيها دهون صحية، بروتين، خضروات ورقية زي الجرجير والفجل، علشان الكالسيوم والمعادن واضرار اللبن عندك. وانك تراقبي نفسك لو حسيتي ان طفلك بيبكي بزيادة او ما بيشبعش من اللبن بتاعك او انتي دختي بزيادة، وقف الصيام طبعا وارجعي لل6 ساعات بتوعك، لان جسمك اغلى حاجة عندك في المرحلة دي. والصيام المتقطع هدفه ان يحسن صحتك مش يضغطك. طيب ازاي تلتزمي في العزومات والخروجات والويك اند بقى والحاجات اللي منقدرش نقاومها دي؟ الصيام المتقطع فيه ميزة وهي المرونة. يعني عندك عزومة النهاردة، خلاص ابدأي وقت الأكل بتاعك متأخر شوية علشان يظبط مع وقت العزومة. طيب أنا بوظت الدنيا في الأكل ورحت هناك خربتها، مفيش مشكلة، تاني يوم زودي ساعات الصيام بتاعتك ساعتين زيادة علشان تنضفي اللي حصل امبارح. فمفيش حرمان خالص، لكن في ذكاء في انك تتعاملي مع كل ظرف انت اتحطيتي فيه. وفي النهاية الصيام المتقطع ده مش مجرد موضة او دايت سريع علشان فستان عندك مناسبة فيه، ده طوق نجاة ليكي. احنا كأمهات بنشيل مسؤولية البيت، العيال، الشغل والمذاكرة، فعلشان نقدر نكمل والموتور بتاعنا يكون شغال صح، الصيام المتقطع هيخلصك من الحيرة اللي في دماغك دي، اللي بتخليكي تنسي مفاتيحك فين، تنسي انت كنت داخلة المطبخ تعملي ايه. هيظبط مودك وهيخليكي اهدى في التعامل مع نوبات الغضب، وده سببه ان سكر دمك مش هيفضل طالع ونازل. والوعد اللي بوعدهولك انك لو استمريتي شهر واحد بس بوعيك وفهمك للأجزاء كلها اللي قلناها، هتقفي قدام المراية هتلاقي نفسك إنسانة تانية خالص. وعن تجربة على فكرة، مش بس خاسة، لا، بشرتك مشدودة، عينيك هتحس إن هي بتلمع، طاقتك زي طاقة البنت اللي عندها 20 سنة. انتي مش لوحدك، كلنا بنحاول، المهم إن احنا نبدأ صح. خدي قرار من دلوقتي إنك عايزة تستمتعي بالهدوء وبالصحة اللي هترجعلك. انتي تستحقي تكوني أحسن نسخة من نفسك علشانك وعلشانهم. فانا دلوقتي قلتلك كل الاسرار اللي تخليكي بروفيسورة في الصيام المتقطع. لو عندك بقى اي مشكلة بتواجهك كأم في انك تطبقي النظام ده، اكتبيلي في الكومنت ايه اكتر حاجة بتعطلك وانا هحلها معاكي. وما تنسيش انك تشيري الفيديو ده لكل ام تعبانة ومحتاجة دفعة امل وسلام. ولو وصلتوا لغاية هنا، شكرا من قلبي ان انتوا كملتوا الفيديو لغاية الاخر. انا تعبت جدا جدا في الفيديو ده، فما تنسيش تعملي لي لايك وسبسكرايب للقناة علشان تشوفي كل الفيديوز الجديدة اللي هننزلها. واشوفك الفيديو الجاي على خير. باي باي.